السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات كنزات. بلا تكونوا بألف خير. فيديو لهذا النهار غادي نحضروا طاغطوليط اولا سليلات مالحين اولا حلوين، مقادير ناجحين 100% بطريقة سهلة وبسيطة. فخليكم معايا حتى الاخير باش نشوفوا المقادير بطريقة تحضير. الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم. بالنسبة للمقادير اللي محتاج 125 غرام ديال الزبدة، اي نوع ديال الزبدة النباتية، بيضة كاملة، 150 غرام ديال الدقيق الابيض، 100 غرام ديال السكر كلاصي على سكر بودرة اللي عندكم تعبروا بكاس ديال العنبة، ونص كاس ديال الزيت. نحتاج كذلك قبصة الملحة وساشية ديال سكر فانيلا. هادو هما المقادير. اول حاجه اللي نبداو بها غادي نخدموا الزبده مع السكر كلاصي، غنخدموهم مزيان على شكل بوماد. ناخذ الزبده مزيان هكا مع السكر كلاصي، نضيف الزبده شويه الملحه والسكر كلاصي، نص كاس ديال الزيت، غادي ندمجوهم مع بعضياتهم مزيان. ما كنعجنوش غير كنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم. من بعد كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه، حنا غير كنجمعو بصباعنا وصافي ما كنعجنوهاش. هذا هو السر النجاح ديال الحلويات اللي كتكون بالزبده، ما خصناش تعجن. كنخدموها غير هكا بصباعنا وكنجمعوها. كيف كتلاحظوا الدقيق 350 غرام كل ساعه. هذا هو القوام العجينه اللي كتجي عليه. من بعد غادي ندخلها للثلاجه على شي ساعتين بحال هكا، نخليوها ترتاح. هكا نبداو نخدمو بها كنقطعها كامله صغيره كنخليها ترتاح. من بعد ما دازت ساعتين غادي نجبد نخدم بها. غادي ناخذ العجين غادي ندلقوه فوق البلاستيك الغذائي. لكم ديروا الفوق واحد لتحت واحد للفوق. انايا كندلك كندهنو هكا بالدقيق، كنبقى كنطلقو بطريقه متساويه. غادي نوريكم السمك اللي كتجي عليه، هذا هو السمك هذا كتاخذو. من بعد غادي ناخذ ليمون ديال الطاغطوليط نستخدم هكا حتى بعضياتهم، وغادي نلوي هذا العجين ديالي هكا على المدلك، كنطلقوه هكا فوق هذه الطاغطوليط. هذه كنختصر الوقت هي كنضغط عليها وكتقطع كده وكده. من بعد كنبقى كندلك عليها من الجناب باش كنطراسي الجنيبات ديال الليمون. كنخليها هكا وانا كنبرد كتلاحظوا باش كتاخد ليا الشكل ديال المول. كنحيد الزوائد اللي كيبقاو من الفوق. كيف كتلاحظوا العجين ماصيش نطلقها غليظه، يعني ما كتاخدش الفورما ديال الطاغطوليط ولا ديال السليله، كتشد ليا من الداخل ولا كانت رقيقه كتهرس. خاصها تكون السمك اللي بغيتكم، هذا كتبين النجاح ديالها. كنكمل بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي العجين اللي عندي. كنوضعهم في المولع اللي يدخل الفران، وكيف كتلاحظوا كنبقى كنتكم هكا بالفرشيطه باش ما كيتنفخوش. قص عليهم الفران يعني كيطيبوا على خاطرهم، كيتحمروا من التحت وكتولي عليهم من الفوق. كتلاحظوا كيتحيدوا بسهوله. نتمنى الفيديو ديال النهار يكون نال اعجابكم، استفدتوا منه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه الضغط على الزر الاحمر للاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم فائده. وكيف كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال التقطيع ديال هذا النهار. فإلى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم بالف خير.